في الفترة اللي بتستقبل فيها الكتاكيت أول 10 أيام لازم نهتم بالكتاكيت. لازم كل ما ندخل على الفراخ نحرك الفراخ بتاعتنا، نهش الفراخ بالطريقة دي. كل ما بتدخل على الفراخ تحرك الفراخ عشان الفراخ بتاعتك تروح على الأكل والمية. بتجوع وبتعطش على الأقل ساعة ما بين الطقة والطقة عشان الفراخ تمشي معاك تمام وبتمشي بالنظام المظبوط بتاعك. وبتحط علاج الاستقبال زي ما البيطري هيقول لك بالظبط، لازم تستقبل على علاج استقبال أول 4 أيام. طب لو أنت عامل الكلام ده كله ولقيت ان الفراخ عندك ما شاء الله كلها اوزان واحده زي ما انتم شايفين كده، احجام الفراخ كلها واحده، لكن بيجي وقت تلاقي في عندك فرخ واحد من ضمن الفراخ، الفرخ ده نص حجم الفراخ. يعني لو جينا نبص لحجم الفرخ الطبيعي النهارده عمر 5 ايام، ما شاء الله ده فرخ عمر 5 ايام مفيش فيه اي مشاكل، الفرخ كويس، صحته كويسه، الحيويه تمام لانك ماشي بنظام كويس. طب لو جينا نبص على فرخ زي ده، بص الفرخ ده يا جماعه عامل ازاي، ده نص حجم الفرخ التاني بالظبط. بص بيفتح بقه بالطريقه دي ازاي. يبقى ده مش عيب منك، انت عندك الفراخ كلها تمام، انت ماشي تمام ومظبط جوك ومظبط دفاك والدنيا مية مية. ده فرخ اصلا جاي فرزه، فرخ سرده جاي في وسط الفراخ، عدى بقى من الفرزه من اللي بيدولك الكلام ده. فالفرخ ده لازم يتشال من وسط الفراخ، يترمي. الفرخ ده عنده ميكوبلازما اللي زي ده، فرخ ضعيف، فرخ مسرود، فرخ ما بيزيدش، او فرخ بيفتح بقه بالطريقه دي، ده لازم يتشال عشان ما يعديش بقيه الفراخ، يتشال يترمي من وسط الفراخ. يبقى انت كده عندك الدنيا تمام، الفراخ تمام، بس ما تسيبش كتكوت زي ده في وسط الفراخ عشان ما يبوظش بقيه القطيع اللي عندك.